الفلوس شويه ورق، طول ما هي مش بتشتغل معناها انها بلا قيمه. قيمه الفلوس في تشغيلها. من الاخر الفلوس ما تبقاش فلوس الا لما تبقى بتجيب فلوس. العقار ما بيقلش، العقار هو اللي دايما بيقدر يحافظ على فلوسك لانه بيزيد زياده مضاعفه، بتقدر تقف قصاد التضخم اللي بيزيد والفلوس اللي قيمتها بتقل. الفرق ما بين العقار والبنك، في البنك متحدد لها نسبه ارباح او فوائد ملهاش دعوه بالنسبه اللي بتزيد بيها الاسعار واللي بيزيد بيها التضخم، وطبيعي بتبقى اقل لان البنوك مش هتخسر نفسها. الفايده 18% وفلوسك قلت بنسبه 50%. انما العقار بيزيد زياده غير مشروطه وغير محدده من الاول. كل ما الاسعار زادت كل ما العقار زاد، كل ما التضخم زاد العقار بيزيد. كل حاجة في الدنيا دي ليها تمن، واللي مش هيفهم الجملة دي كويس ويتعامل بيها في حياته هيزعل جامد وهيتعب وهيلاقي نفسه برضه وصل لنفس النتيجة، واللي هي ان مفيش حاجة في الدنيا دي ببلاش. في حد بيعجب بحد ويبقى عاوز يكون زيه وخلاص، ويفضل يحاول ويحاول من غير ما يتأكد ان عنده المؤهلات اللي عند الشخص التاني اللي عاوز يبقى زيه. يعني مثلا مغني مشهور عاوز ابقى زيه، هل بقى انا صوتي حلو؟ لازم تتخلى عن فكره الراتب الثابت ده لو كنت ناوي تنجح نجاح كبير، لان الراتب عمره ما هيوصلك لنجاح كبير في حياتك. وايا كان المرتب كام فانت برضه هتفضل في ازمات ماليه، لان كل ما المرتب بيزيد انت بتسيستم نفسك عليه. نادرا قوي الناس اللي بتعرف تدخر من المرتب. تعمل ازاي نجاح كبير بمرتب 2000 جنيه في الشهر ولا حتى 5 ولا حتى 10؟ هل في النهايه هتبقى مليونير؟ مشكلتنا اننا اتبرمجنا على الوظيفه، بقى لازم يكون في بصمه علشان نروح في ميعادنا ونمشي في ميعادنا، بقى لازم يكون في مدير عشان اشتغل واخلص اللي ورايا، لازم يكون في حوافز او خصومات عشان اشتغل واطور من نفسي، لازم يكون في تارجت اجباري علشان اجيب اخر. كلها حاجات هي علشان مشروعك ينجح، بس المشكله اننا مش بنعملها، لان لا بيكون في بصمه ولا مدير ولا حوافز ولا خصومات ولا تارجت اجباري. انت اللي المفروض تحط لنفسك تارجت وتحاسب نفسك وتلتزم بانك تروح الشغل في ميعادك وتدي عدد ساعات كبير، وكل ده من غير ما يكون في رقيب عليك. انت الرقيب على نفسك. الحياة أحيانا بتكون محتاجة قرار، ممكن يكون كل اللي حواليك مش موافقينك في نفس القرار، بس ده الطبيعي، لأن في مقولة بتقول الناس الذين لا يفهمون رؤيتك هو علامة على أن لا أحد ذهب إلى حيث أنت ذاهب. الناس دايما بتأيد الشخص العادي اللي عنده رؤية عادية زي كل الناس، ولكن الطبيعي إنها ترفض أي رؤية مختلفة عن رؤيتها. الناس بتحب تمشي في الطريق الزحمة اللي مليان بالناس لأنهم بيخافوا من التجربة ومن الاختلاف. فكر بعقلك وخد القرار، وما تسمحش لحد يعطلك عن قرار انت شايفه صح، لان في النهاية انت اللي بتعيش قراراتك مش الناس، وفي النهاية انت اللي هتقول يا ريتني، ومش هترجع للي قالك بلاش وتقول له انت السبب، لانه هيقولك معلش. كل المطلوب منك انك محتاج تتعب اكتر على شغلك وتفكر اكتر وتحسن من نفسك علشان تحسن من وضعك المالي. لو كنت بتشتغل في اليوم 8 ساعات وحياتك كانت كويسة، دلوقتي ال8 ساعات مش كفاية، لازم تشتغل اكتر علشان تقدر تعيش. لو ماسك في وظيفة حاول تفتح جنبها مشروع يعمل لك دخل اضافي، دور على مشروع يكون مش محتاج رأس مال. المهم اعمل حاجة، متفضلش قاعد وتشتكي وبس. وقلت لك انت معاك حق تشتكي وكتر خيرك، بس طب والعمل؟ ما احنا لازم نتحرك علشان ننقذ نفسنا وتنقذ عيلتك. لازم نتحول لشعب منتج اكتر، لازم نسرع من ايقاعنا اكتر واكتر، لازم نتعلم مجالات اكتر ومهارات اكتر ونفكر بره الصندوق، لازم وبسرعة علشان نعرف نعوض زيادة الاسعار والظروف الصعبة اللي العالم كله بيشتكي منها. لايك وشير وكومنت وفولو واشترك واعمل كل حاجة، كل اللي تقدر عليه. عايزين حاجة؟ سلام عليكم.